آدم شاب في الثلاثينات، عنده حياة مستقرة، وظيفة محترمة، وبيت هادي. بس جوه حاجة، دايما حاسس إنه عايش حياة مش بتاعته. كل يوم بيصحى بنفس الروتين، نفس الأكل، نفس الوجوه، نفس المشاعر الباردة. وفي يوم يوصله ظرف من غير اسم، جواه ورقة مكتوب فيها: عايز تعرف مين أنت فعلا؟ احجز ليلة واحدة في فندق ميريديان، الغرفة رقم 7. آدم في الأول افتكرها هزار أو إعلان غريب، لكن الورقة كانت مكتوبة بخط إيده، هو نفسه. إزاي؟ مش فاهم. وفي لحظة ضعف قرر يروح. وصل الفندق قديم مهجور تقريبا، بس الغريب إن الاستقبال كانوا مستنينه. الغرفة رقم 7، الدور الأخير. ركب الأسانسير، ومع كل دور بيعديه نور الأسانسير يعتم وصوته الداخلي يعلى: ما ترجع يا آدم، ده جنون. وصل، فتح الباب. الغرفة كانت شبه غرفته بالظبط، نفس السرير، نفس المكتب، نفس الدولاب. بس في حاجة غلط. في مراية على الحيطة شكلها قديم، بس فيها انعكاسه وهو لابس لبس مختلف. قرب منها، ولما مد ايده يلمس الزجاج، الانعكاس اتحرك قبله بنص ثانية. المراية فتحت، وكان وراها ممر طويل، في آخره نسخة تانية منه، واقف مبتسم وبيقوله: أنا الحقيقي، وأنت مجرد نسخة كانت بتجرب تعيش. آدم صرخ، بس الباب اتقفل والنور طفى. ومن ساعتها الغرفة رقم 7 ما تفتحتش تاني. اللي اشتغلوا في الفندق بيقولوا بيسمعوا صوت خطوات، وصوت بيصرخ من جوه: أنا الحقيقي، خرجوني. بس دايما لما يفتحوا الباب، الغرفة فاضية. وكل سنة يوصل ظرف جديد لشخص مختلف بنفس الخط ونفس الرسالة: لو عايز تعرف مين أنت فعلا، احجز ليلة واحدة في الغرفة رقم 7. ومن ساعتها الغرفة رقم 7 ما تفتحتش تاني. اللي اشتغلوا في الفندق بيقولوا بيسمعوا صوت خطوات، وصوت بيصرخ من جوه: أنا الحقيقي، خرجوني. بس دايما لما يفتحوا الباب، الغرفة فاضية. وكل سنة يوصل ظرف جديد لشخص مختلف بنفس الخط ونفس الرسالة: لو عايز تعرف مين أنت فعلا، احجز ليلة واحدة في الغرفة رقم 7.